السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لسه معاكم في سلسلة التوفير. هناخد بند بند اللي هو المنظفات. طبعا المسحوق الفول اوتوماتيك بشتريه احيانا كتير على التومين. تمام. مش بشتريه من محلات، او مش بشتريه من اي حاجة، لا بجيبه على بطاقة التومين. تمام. مش بشتري زيت، احيانا الزيت بيعملوا عليه عروض فبشتريه من بره، لكن المسحوق بصراحه غالي، حتى لو عملوا عليه عروض مش بقدر اجيبه. تمام. فعشان كده المسحوق في الاوتوماتيك بشتريه على بطاقه التومين. تمام. دلوقتي بقى في تكايه كده بتفرق قوي في غسيل المواعين. زي ما وريتكم، انا اشتريت الخلطه بتاعه المواعين، ملت لي ما شاء الله اللهم بارك الجيركن ده. تمام. في المسحوق، ومليت لي كمان ازازه كبيره لتر. تمام اهو، والله نفس المسحوق. مليت لي الجيركن ده 4 كيلو، وكمان لتر عليه. تمام. طيب انت لو بتقولي ان هو مش بيرغي مثلا، او مش حلو في الغسيل، لا حطي شويه صغيرين، مثلا ربع كوبايه ولا حاجه في علبه، وحط عليهم رشه خفيفه من المسحوق الاوكسي، او من المسحوق الغسالات العاديه. تمام. المسحوق بتاع الغسيل حطيه عليه، هيفرق قوي في النظافه، وهيرغي وهيديكي نتيجه حلوه. تمام. تاني حاجه، وممكن تحطي كمان خل، بس انا ما بحطش خل. انا بحط ربع كوبايه من المسحوق اللي انا عاملاه على ايدي، وبعدين بحط، يعني لو حسيت ان هو مش حلو بحط رشه خفيفه من مسحوق الغسيل. تمام. بيدي رغوه حلوه قوي. تاني حاجه الكلوروكس. كلوروكس الالوان، طبعا انا قلت لكم ب9 جنيه الكيس. تمام. انا بشتريه دلوقتي بالكيس، بشتري بالازايز احيانا لما بتكون دي عليها عرض. بصوا، ده كلوروكس الوان، ده كلوروكس الوان اللي هو الاصلي. تمام. بجيب منه اكياس، مش بشتري مني الازازه ولا العلبه. تمام. واحيانا كتير لما بيكون الكلوروكس ده عليه عرض، تمام، اللي هو الكوبي بتاعه، تمام، بيكون عليه عرض احيانا اللي هو ازازه مع ازازه بيضه ب25، بجيبه. تمام. وبيكون حلو. هو صحيح ريحته مش حلوه، بس بيمشي الدنيا معايا. تمام. بيمشي الدنيا معايا. طبعا بستخدمه في كل حاجه. بستخدمه في التواليت، بستخدمه في الغسيل، بستخدمه في البوتاجاز، بستخدمه على الرخامه، بستخدمه احيانا بمسح بيه الارض احيانا يعني. تمام. الخل وملمع الازاز مع بعض. تمام. الخل انا بجيبه مش بس عشان السلطه، ولا عشان انضف فيه الفراخ، ولا لا، بجيب البخاخه بتاعه ملمع الازاز، وبضيف منيه مثلا شويه، والباقي كله خل، باقي الازازه كلها خل. فملمع الازاز بيتوفر معاكي وبيديكي نتيجه حلوه قوي. تمام. يعني كانك استخدمتي، يعني دي انا لها عندي 3 شهور، لها عندي 3 شهور العلبه دي. تمام. بجيبها كده واستخدم شويه منها. بملى نص، يعني بملى حوالي نص كوبايه كده منها في الازازه، وبعدين بكمل باقي خل. طيب رشيت منها، رشيت وخلاص، الازازه وصلت مثلا لغايه هنا، بكمل برضو خل. بكمل على الازازه البخاخه بتاعت المنظف الازاز خل. تمام. فهتفرق معاكي في التنظيف، هتفرق معاكي في التوفير، وكمان بتلمع الازاز حلو قوي. تمام. طيب الدوني. طبعا الدوني انا لو فتحت الكيس وحطيت منه شويه في الشطف، يعني مش هخلص. تمام. وبرده مش الريحه مش هتثبت في الهدوم. فانا سمعت قبل كده، بس والله ما فاكره انا سمعتها فين، كنت قلت لكم يعني، اللي هو تجيبي بخاخه، تمام، وتجيبي ربع كوبايه من الدوني، وتجيبي بخاخه تروح تعبيها، تحطي فيها الربع كوبايه من الدوني، وعليهم الميه، وبعدين الغسيل وانت منشراه على الغسيل تفضلي ترشي.
تمام. تفضلي ترشي على الغسيل وهو منشر وانت منشره. تمام. الريحه بتثبت اكتر من لما تحطيه في الشطف، يعني ريحه الدوني هتثبت معاكي اكتر من ان انت حطاه ايه في الشطف. طيب الصابون لازم بتشتريش بالواحده، اشتري باللفه. باللفه تفرق معاكي، واحيانا بيكونوا عاملين عليها عروض. واشتري من عند بتوع المنظفات، تشتريش من عند بتوع السوبر ماركت. احيانا بتوع المنظفات بيكون عندهم بدائل احسن، يعني بدائل اوفر. تمام. طيب الصابونه دي كنز في كل بيت. هي غليت اليومين دول صح، يعني ب7 و8، بس بصراحه هي كنز في كل بيت. ليه؟ انت ممكن تجيبيها وتحطيها في شفشف ميه عندك او دورق، وتحطيها وتكبي عليها لتر ميه وتسيبيها تبوش. طيب هسيبها تبوش، هعمل بيها ايه؟ هغسل بيها هدوم، هغسل بيها في الغساله العاديه مش الغساله في الاوتوماتيك. هغسل بيها هدوم، هغسل بيها التواليت، بتنضفه وتخليه زي الفل. تمام. ولا هربك حتى. تمام. بمسح بيها الارض. انا ما عنديش سيراميك، بس عندي بلاط يعني عادي، مش فاكره اسمه ايه كده، مزايكو باين او حاجه كده يعني، فبمسح بيه الارض. تمام. بتخلي الارض بيضه 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 يعني فظيعه. تمام. بتغسلي بيه عيون البوتاجاز. تمام. بتغسلي بيها الحوض، الميه اللي هي بعد ما تبوش وتغسلي الحوض. بص بتخلي الحوض بيلمع. تمام. ولا كأنك حطيتي كلور حتى. تمام. طبعا بتخلي الهدوم زي الفل. بتغسلي بيه الرخامه، بتغسلي بيها الركنه، بتغسلي بيها اي حاجه. دي كنز عندك. بالاضافه طبعا ان انت ممكن تستخدميها لايديكي لانها كلها زيوت، مش وحشه يعني، لا دي حلوه قوي. تمام. بتنضف البقع في الهدوم. بصراحه دي مادام عندك هيبقى عندك كنز. تمام. طيب ايه تاني؟ المسحوق ده انا بجيبه كده اللي هو زياده يعني عندي، بحب اجيبه عشان خاطر مثلا هغسل سجاده، بضيف ده على ده. ممكن ما اضيفش كلوروكس الوان، بس هضيف دي مع دي، يعني اضيف الصابونه دي مع الاوكسي، هينضف السجاده او الحافظه او اي حاجه، بيخليها زي الفل. تمام. او البقع مثلا، لو مسكت دي ودعكت بيها البقع على السجاده او الحافظه هتطلعها زي الفل. تمام. اخر حاجه، فانت لازم يكون عندك كيس من ده. تمام. ترش رشتين بيه، تغسلي بيه، عايزه تغسلي بيه الحمام اغسليه، عايزه تغسلي بيه الحوض، عايزه تغسلي بيه البوتاجاز. تمام. حلو قوي في الاستانلس ده، بيديكي لمعه وبيديكي نظافه حلوه قوي. تمام. اخر حاجه بقى معايا ما يخلاش من عندي، ملح الليمون وكربوناته. احنا قلنا قبل كده ان احنا بغينا ان احنا نستخدم الملح الليمون والكربونات ولو بننضف يوميا او بنخلي بالنا من اي حاجه. تمام. بس لا غنى عنهم عندي الملح الليمون والكربونات. بص اي منظفات تانية بتطلع جديد ممكن اجيبها استعملها كده زمان، يعني الاول كنت اشتريها استعملها كده اللي هو عايزه اجربها يعني. جبت اللهلوبه بصراحه ما عجبتنيش، ما نفعتش معايا. جبت الباور برضو ما نفعنيش، وكمان كان هيبوظ البوتاجاز. تمام. فالحاجات دي كلها ما بتبوظش البوتاجاز عندك وما بتبوظش الدنيا عندك، ده بالعكس بتنظف وبتوفر. يعني حاولي على قد ما تقدري ان انت توفري وتدبري. اخر حاجه بقى اللي عمري ما بلعب فيها ابدا، اللي هي ملمع الخشب، بس للاسف نسيت اشتريه اصلا. تمام. الشهر ده في الميزانيه يعني نسيته خالص. فملمع الخشب ده انا مش بعمل خلطات طبيعيه ولا مش بس يعني بصراحه مره بس سمعته على اليوتيوب ان اعمل وصفات وكده يعني. بصراحه ما عجبتنيش يعني. بصراحه لا، الا ملمع الخشب بصراحه مش عايزه العب فيه، ولا خشب المطبخ ولا خشب اوضه النوم ولا اي حاجه، ما بلعبش فيه. كل الموجود عندي بستعمل ملمع خشب بشتريه من بتاع المنظفات. تمام. ممكن ادور على بديل ارخص اللي هو برضو منظف خشب بس ارخص.
تمام. لكن خلطه طبيعيه للخشب بصراحه لا، دي الحاجه الوحيده اللي انا مش بلعب فيها. تمام. الفيديو بتاعي كده خلص. اتمنى منكم ان اي حد عنده فكره كمان للتوفير، او عنده كمان فكره للتوفير في المنظفات، يا ريت يقولها لي ونستفيد كلنا من بعض. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، ويا رب ما اكونش نسيت حاجه. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.